ببساطه الراجل ده المفروض يكون هو حلقه الوصل ما بين العالم اللي بره ده وما بين شغله او المكان اللي هو بيشتغل فيه بشكل اساسي. فهو راجل رقم واحد هو فاهم شغله تكنيكال، هو راجل بيعرف يشتغل، يعرف يطلع الشغلانه صح ايا كان تخصصه وايا كان مجاله، تكنيكال مش تكنيكال ايا كان. اوكي. وكمان لاير زياده هو عارف يعني ايه اي اي وعارف ازاي يستخدم. فالحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، فاهم يعني ايه اي اي، فاهم الفرق ما بين الاي اي والجين اي اي، عارف يعني ايه جين اي اي، عارف الفرق ما بين المودلز المختلفه، عارف ازاي يكتب برومبت كويسه، عارف ازاي ما يغرقش في الدوامه اللي احنا قلنا عليها 3 مشاكل او 3 تشالنجز اللي احنا اتكلمنا عليهم وهكذا. اللي بيميز الشخص ده ان هو فاهم الحاجات دي، مش بالضروره يكون عملها بايده، مش بالضروره ان هو بيران المودلز لوكال على ايده ولا بيبيلد اوتوميشنز بايده وهكذا. هو فاهم وقادر ينقل النولج دي ويطبقها على التحديات اللي بتقابله بشكل يومي او بتقابل شركته او الديبارتمنتس اللي معاه. فببساطه يقدر يبني شويه يوز كيسز، يبني شويه بزنس كيسز، بيروح بيها للمانجمنت. مش شرط هو يعملها بنفسه، ممكن مثلا يهاير حد يعملها، ممكن يجيب اكسبرت، ممكن يجيب ايجنسي، بس هو اللي يكون بيليد القصه دي، لان هو حلقه الوصل. هو فاهم اساسيات التكنولوجي، فاهم بتشتغل ازاي، فاهم يعني ايه راج، فاهم الفرق ما بين الراج والفاين تيوننج، فاهم ازاي يعمل مش عارف ايه، فاهم لما انا استخدم موديل ان هاوس او اهوسته لوكالي ايه الفرق ما بين ان انا اودي الداتا بتاعتي لحاجه زي شات جي بي تي وكل، فاهم الحاجات دي. فهو هيقدر يبقى المايسترو او الشامبيون اللي بيشرف على تنفيذ الاي اي انيشيتيفز جوه الشركه بتاعتك او جوه الاورجنايزيشن بتاعتك. اي حد ال50 اللي معايا في السيشن النهارده هم قدامهم فرصه رهيبه جدا ان هم يكونوا الاي اي شامبيونز دول.